السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمرو من قناتكم Egyptian Cars. قبل أي حاجة ما تنساش كالعادة توقف الفيديو وتنزل تدوس على زرار الاشتراك في القناة وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو لو اتفرجت لحد الآخر وفعلا خدت منه معلومة تفيدك ما تنساش لايك للفيديو عشان المنفعة تعم لكل الناس. العربية اللي معانا النهاردة هي سوزوكي ألتو. سوزوكي ألتو أنا شايفها واحدة من أحسن العربيات في مصر، يعتبر في الفئة اللي هي الهاتشباك، ويعتبر ارخص عربيه في مصر النهارده موجوده حاليا هي سوزوكي الالتو. طب ارخص عربيه في مصر ايه مواصفاتها وايه الامان بتاعها اللي انا شايفه كويس جدا جدا بالنسبه للسعر بتاعها؟ طب كده يا سيدي نعرف حاجه حاجه. اول حاجه نبدا بالموتور بتاع العربيه. موتور العربيه دي 800 سي سي، بيطلع 47 حصان و69 نيوتن متر من العزم، وطبعا العربيه متوصله بفتيس مانيوال من 5 سرعات. السرعه القصوى للعربيه 130 كم في الساعه، والتسارع بتاعها من 0 ل 100 في 20 ثانية. طبعا الرقم كبير بس ده شيء طبيعي بالنسبة لعربية 800 سي سي و47 حصان، يعني في الآخر عربية اقتصادية واعتمادية. طب بالنسبة يا سيدي للاقتصادية، العربية دي بتستهلك 3.7 لتر لكل 100 كيلو، يعني من الآخر بتشم بنزين ما بتستهلكوش. العربية دي فعلا من أحسن العربيات توفيرا للبنزين في الفئة دي، وده ناتج بسبب حجمها الصغير وفي نفس الوقت موتورها الصغير الاعتمادي اللي هيديك الأداء ان انت تعرف تتحرك بالعربية براحتك اذا كان تسافر او داخل المدينة، وفي نفس الوقت من غير ما تتكلف بنزين او اي حاجة ممكن تضايقك في العربية. سعة خزان الوقود 35 لتر، وطبعا العربية بتيجي 4 سلندر. طب حجم الشنطة، العربية طبعا هاتشباك لذلك شنطتها صغيرة جدا، فالعربية دي شنطتها 180 لتر. من الاخر ما تنفعكش العيلة، العربية دي اخرها شاب في بداية حياته او عيلة صغيرة خالص، يعني مثلا زوج وزوجته وطفل صغير مش اكتر من كده. خلوص الارض بتاع العربيه دي 16 سم. نيجي بقى لابعاد العربيه. طول العربيه الكلي 3 متر 430 مللي، عرض العربيه متر 490 مللي، ارتفاع العربيه الكلي متر 475 مللي، وطبعا العربيه دي ياباني تقفيل هندي. العربيه زي ما انا ما قلت اعتماديه اقتصاديه كويسه تنفع العيله، بس زي ما قلت عيله صغيره. ده كان بالنسبه لاداء العربيه والموتور بتاعها. نيجي لضمان العربيه. العربية دي ضمانها 3 سنين أو 100,000 كيلو، وطبعا عربية اعتمادية، وانت أصلا غالبا الضمان ده مش هتحتاجه في حاجة غير الصيانات الدورية اللي هتعملها كل فترة وبس، لأن سوزوكي من أكتر العربيات اعتمادية، وخصوصا إن الألتو عربية صغيرة ما فيهاش أي تعقيد تكنولوجي عشان العربية تعطل بيك كتير أو أي حاجة. حتى موتورها ما فيهوش أي تعقيد تكنولوجي، الموتور بسيط جدا ما فيهوش أي حاجة. نيجي بقى لوسائل الراحة بتاعت العربية دي ووسائل الأمان. طب اول حاجه نبدا بوسائل الامان عشان الناس طبعا دي اكتر حاجه بتهمها. العربيه بتيجي ب2 ايرباج، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع قوه الفرامل EBD، وده اللي انا شايفه واحده من احسن العربيات في الامان في الفئه دي. وسائل بقى الراحه بتاعه العربيه دلوقتي بقى يجي فيها الشاشه تاتش اندرويد. طبعا العربيه بتيجي بتكييف مانيوال، ازاز باور او ازاز كهرباء الامامي بس، الخلفي بيبقى مانيوال عادي. العربيه بتيجي طبعا دريكسيون بتاعها باور بالكامل، وبرضه في نفس الوقت فيها نظام صوتي مكون من سماعتين ومدخل USB وAUX. ده كان بالنسبه للمواصفات الرفاهيه بتاعت العربيه. طبعا العربيه ما تنتظرش منها رفاهيه عاليه قوي، لان في الاخر زي ما قلنا او زي ما انا قلت لكم من شويه ارخص عربيه في مصر. العربيه دي جايه عشان تقضي الغرض، وفي نفس الوقت بيحاول يديك سنه متعه. فهو دلوقتي ركب لك لو خدت بالك شاشه تاتش، بيقول لك العربيه رخيصه، عربيه اعتماديه اقتصاديه، بس برضو الامان بتاعها كويس، وعلى قد ما نقدر نحاول نديك قدام السعر اللي انت بتدفعه شويه رفاهيه تحاول تتمتع بالعربيه عشان برضو ما تملش منها. ده كان بالنسبه للعربيه. بالنسبه لوسائل الراحه، برضو العربيه بيجي فيها قفل مركزي الابواب وانذار في العربيه. ده تقريبا كان كل مواصفات العربيه او الاوبشنز اللي بتيجي معاها. طب العربيه دي ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ مميزات العربيه دي زي ما انا قلت في الاول، عربيه اعتماديه جدا، عربيه اقتصاديه، عربيه موفره في الوقود والبنزين، عربيه تنفع لشاب بيدور على عربيه من الاخر صيانات وبس ما توجعش دماغه، هتقضي معاك الغرض لو سفر، او هتقضي معاك الغرض لو انت عيله صغيره وعايز عربيه رخيصه وتنجز لك كل مشاويرك بسهوله من غير اي مشاكل. العربيه دي مش هتنفعك امتى؟ العربيه دي مش تنفعك لو انت عيله كبيره عايز مساحات. طبعا العربيه دي طلعها بره حساباتك نهائي. ممكن تطلع لحاجه اعلى شويه زي اللادا جرانتا، برضو عربيه محترمه واعتماديه وبتزود لك اوبشن المساحه شويه، وطبعا في الاخر الاوبشنز قريبين جدا من بعض، اختلافات بسيطه، وفي نفس الوقت اقوى في الموتور. لذلك فلو انت عيله كبيره اللادا جرانتا هيبقى اختيار افضل، والفرق السعري بينهم مش كبير. برضو من ضمن العيوب بتاعت العربيه دي الموتور بتاعها الصغير.
لو انت واحد كل مشاويرك سفر فلا ابعد شويه العربيه دي، مش عشان حاجه او هي مش هتسافر، لا هي هتسافر، بس عشان انت ما تجهدش الموتور. برضه في الاخر الموتور ده صغير، برضه مش موتور للاجهاد او الشغل الشاق، لا العربيه دي عايزه تعمر معاك وتعيش معاك من غير اي مشاكل. حاول تريحها، يعني حتى لو انت مسافر مشاوير بعيده قوي كل ساعتين ثلاثه حاول توقف تريح العربيه ربع ساعه ولا حاجه، عشان برضه الموتور في الاخر صغير، وبالاخص لو انت محمل الخمس ركاب كاملين وحاطط ورا شنطه ولا اتنين، فلكل فتره حاول تريح العربيه. برضه عادي انت حر، بس انا بتكلم في الاضمن والاحسن ليك وللعربيه. ده كان بالنسبه لمميزات وعيوب العربيه. العربيه هنا بتقدم لك مميزات مش موجوده في عربيات اعلى منها اللي هي الاقتصاديه والاعتماديه، وفي نفس الوقت بتديك عيوب مش موجوده، او عيوب انا شايفها يمكن العربيات اغلى منها احسن طبعا، زي الخامات والعزل والكلام ده، بس زي ما قلت سعرها ما يخلكش تاخد او تطالب باوبشنز زي دي. برضو من ضمن الحاجات اللي انا الصراحه شايفها في العربيه دي كويسه جدا، او اي حد يمكن مكاني هيكون شايفها كويسه، هو ان العربيه دي في ناس جابت بيها 100,000 كيلو 150,000 كيلو بالموتور الصغير ده من غير اي مشاكل. دي ترجع لاعتماديه السوزوكي اللي قلت لك عليها، وان العربيه دي فعلا بتنافس عربيات كويسه جدا من غير اي مشاكل. ويمكن زي ما شفنا في المبادره اللي عاملها سياده الرئيس الجمهوريه دلوقتي، ان العربيه دي ممكن تتحول لغاز طبيعي، وساعتها يبقى حرفيا بتشم البنزين والغاز الطبيعي، هتبقى ماشي بالعربيه دي ببلاش. ولو عايز تشوف في فيديوهات كانت نزلت على اليوتيوب تقدر تسرش وتشوف شكل الشنطه، بس طبعا بعد ما تحط انبوبه الغاز جوه العربيه انسى حاجه اسمها شنطه، ما تجيش تقول العربيه ما فيهاش شنطه او العربيه فعلا ما بقاش فيها مساحه للشنط. لو انت هتحولها لغاز طبيعي فانسى خالص حته الشنطه، وانسى ان العربيه ممكن يكون فيها مساحات للشنط بتاعتك او غيره. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في امان الله ورعايته، انتظروني ان شاء الله في فيديوهات كتيره قريبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.